بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في صحيفة مكة العدد 662 في 22 محرم 1437. ادخلوا على رابطها وقروا الموضوع كامل. يتكلم عن الادعاء العام لهيئة عسير، هيئة الأمر بالمعروف، يقول فيه: أعضاؤكم يستدرجون المتهمين بصور خليعة. هذا الموضوع حقيقة عرض علي من خلف قضبان سجون عسير من متهمين، ورفضت أني أنشره أو أتفاعل معه، لأني أنا اعتبرتهم متهمين وثقتي عمياء في رجال الحسبة. لكن بعد هذا المقال وهذا الاعتراف في صحيفة ذا، لا، إذن لازم أتكلم على كل ما وردني للأمانة. السجناء فوق 121 سجين في سجون عسير بقضايا لا يوجد الطرف الآخر في الأحكام الشرعية، بمعنى الحكم الشرعي سين مجهول. وأول ما تسألهم يقول جانا صورة من جوال مجهول بصورة إباحية. إذن هذا ابتزاز، وفي تجاوزات حسب ما ذكر رئيس هيئة الادعاء والتحقيق أو الصحيفة، تقول يعد هذا الخطاب الرابع اللي يوجه رئيس هيئة الادعاء إلى رئيس هيئة الأمر بالمعروف، ويقول فيه أعقاب رصد مخالفات تقع فيها الفرق القابضة في قضايا الجرائم المعلوماتية، مطالبة بالكف عن استدراج المتهمين بجرائم الأعراض عبر الصور العارية، والتقيد بنظام الإجراءات الجزائية، وحث منسوبيها على التمشي بموجبه. طيب، الناس اللي محكوم عليهم 7 سنوات و6 سنوات و4 سنوات وش ذنبهم؟ إذن قال ظلم. إيش تنتظر من هذا الشخص اللي محكوم عليه بعد 4 سنوات أو 5 سنوات يظهر من السجن؟ فين بيروح؟ وش يكون توجهه؟ داعشي 100%. خذوها مني أنا، داعشي 100%، لأن المجتمع ظلمه، والقاضي ظلمه، والهيئة ابتزته، والمجتمع ظلمه. لا حقوق إنسان وقف معه، ولا جمعيات وقفت معه إنسانية، ولا ناس يخافون الله. أنا لدي خطوط حمراء ما أحب أتكلم فيها ولا أتجاوز فيها: الدين ثم المليك والوطن ورجال الدين، ما أحب أخوض فيهم أو أسمع لأحد يتكلم فيهم. لكن بعد هذا الموضوع لابد أن نوصل صوت كل مظلوم لولي الأمر. لدينا شبكات تواصل يجب أن نستغلها في خدمة المجتمع، وهذا قدري. أنا عندي مشاهدين كثير على شبكات تواصلي جعلت الناس يتواصلون لي من خلف السجون، رجال ونساء. ومن هنا نطالب أمير الأمن، الأمير الأمين الساعد الأيمن لملك الحزم ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أطال الله في عمره، أقول له: هذا الملف أمانة في عنقك لأبنائنا على مستوى مناطق المملكة، يمكن يصلون إلى الآلاف، داخلين في السجون بأحكام لا يوجد لديهم طرف آخر، وابتزاز. وكما ذكر رئيس جهة حكومية كلامه يعتبر مبني عليه ورسمي، اللي هو رئيس هيئة الادعاء والتحقيق، وهذا الوحيد يمكن اللي على مستوى مناطق المملكة فيه الجراءة، علما أنها وصلتني خطابات هم موجهها 1433 أرسلوها للسجناء. أنا ما قدرت أنشرها وحفظتها في جوالي ومحفوظة عندي. لماذا؟ لأن هذه وثائق رسمية لا يجب تداولها، وأنا أشك في مصادرها، يمكنها مزورة. لكن بعد هذا التصريح الإعلامي تأكدت أنها صحيحة، وكلامه يرشدهم إلى التمسك بنظام الإجراءات والخروقات اللي يسوونها في حقوق المواطنين. أخيرا وليس آخرا، كفانا الله وإياكم شرور الأشرار وكيد الفجار، وكفانا الله وإياكم شرور من يستخدم الدين لشخصيات أو لأعماله الخاصة. وإذا خاطبتكم في يوم من الأيام من خلف قضبان فاعلموا أنه تم استدراجي من قبل هيئة، سواء بمخدرات أو بأشياء إن شاء الله نحن بريئين منها. ولكن ضعوا أبناءكم وأبنائي أمانة في أعناقنا، يجب أن نسمع أولا ثم نرى ونصدق نصف ما ترى عيوننا. الآن رأينا.
وقبل 5 شهور أو 6 شهور أنا رأيت ولكني ما صدقت. أما الآن فالآن ملف، والقضية قضية مجتمع بأكمله. اسمحوا لي على هذا اللبس المتواضع، لكني ما قدرت أتأخر على الموضوع لأهميته بعد ما طاحت الصحيفة في يدي. ونسأل الله لنا ولكم الأمن في الأبدان والصحة، والأمن في الأوطان، ويكفينا شرور الأشرار وكيد الفجار.